السلام عليكم يا شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حابب اقول لكم كلمتين كده ان شاء الله. لما تيجي امريكا باذن الله لازم تبقى عارف انك هتتبادل في الشغل. طيب يعني ايه هتتبادل في الشغل؟ يعني عادي جدا ان انت تغير شغلك اكتر من 4-5 مرات خلال الشهر او خلال الشهرين او خلال 3 شهور على حسب. الا من رحم ربي، يعني في ناس بتكمل في الشغلانه كتير، وده اللي احنا بنطالب بيه ان شاء الله. يعني لازم لما تيجي يبقى عندك صبر على الشغلانه، لازم تبقى عارف ان العادات والتقاليد مختلفه، لازم تتعامل انك تتعامل مع ثقافه مختلفه، لو انت طبعا مش شغال مع عرب وبالاخص مصريين مثلا. فلو انت شغال مع اي جنسيه تانية لازم تعرف الجنسيه دي بتفكر ازاي، لازم تبقى حبك وحبك وحدق، وعندك الحته اللي هي اللي ايه، السنس اللي هو تعرف ازاي تتعامل مع الناس. فلما لما تشتغل في اشغال، مش عايزك اول ما تيجي ايه ده بص بيكلمني ازاي فتسيب الشغلانه، ايه ده بص بيعملني ازاي فاتخانق فتسيب الشغلانه. لا، كل شغلانه عايزه منك صبر، كل شغلانه عايزه منك التحدي بتاع انا عندي هدف عايز اوصل له، وعايز اشتغل شغلانه معينه بعد كده. عايز اعمل فلوس عشان احقق حاجه معينه، عايز اعمل فلوس علشان انا بدرس وعايز ادفع مصاريفي، عندي فلوس ايجار، عندي حاجات كتيره جدا. فلازم تبقى عارف ومتاكد ان كل شغلانه بتشتغلها ليها عيوبها وليها مميزاتها، ولكن في الاول وفي الاخر انت متغرب علشان تشتغل وتعمل فلوس. فايا كان الشغلانه اللي انت هتشتغلها ان شاء الله لازم تبقى عارف، ولازم تبقى متاكد انك هتصبر، انك هتتبهدل، انك هتسعى. مش بهدله اللي هي تيجي على كرامتك، لا، بهدله في انك هتشتغل مثلا بال 12 ساعه، بهدله انك هتتعامل مع ناس كتيره جدا. ايا كان الشغلانه هتحدد انت تتعامل مع ناس ولا لا. ولكن لازم تبقى عارف ان المعامله مع الناس دي اصعب حاجه ممكن تعملها في حياتك. تخيل تحاول تتكلم ده وترضيه، تحاول تتكلم على ده وترضيه، قصه طويله جدا. فمختصر الكلام، انت هتيجي وهتشتغل شغلانات مختلفه جدا، ومختلفه بالحرف انها مختلفه. يعني ممكن مثلا تشتغل في لاندري او في مغسله مثلا هدوم، وتاني يوم تشتغل في مطعم اكل. تشتغل سواق وتاني يوم تلاقي نفسك شغال في كونستراكشن. يعني حاجه مختلفه تماما عن التانيه، وكل حاجه هتديك اكسبيرينس مختلفه في حياتك. ومن الاكسبيرينس دي ان انت هتعرف تتعامل بعد كده في كل حاجه في حياتك، وهتلاقي حرفيا كل حاجه تقدر تعملها بايدك بعد كده، لانك اشتغلت كل الشغلانات وتعلمت كل حاجه بعد كده ممكن تحتاجها، فهتلاقي نفسك بتعرف تعملها. فعايزك تبقى عارف انك تنسى الماضي بتاعك. انا بص انا جاي من بلدي كنت بعمل ايه ودلوقتي بقيت بعمل ايه، لا. عايز تنجح لازم تحط كل ده ورا ظهرك، وتسعى في انك تشتغل في شغلانه وتكمل فيها عشان ربنا يكرمك ويرزقك ويوسع رزقك وتقدر تستقر وتعمل فلوس. لو فكرت التفكير ده هتلاقي نفسك مع الوقت بتتخانق، مع الوقت بيجيلك اكتئاب، مع الوقت مش عارف تظبط امورك، مع الوقت مش عارف تستقر. ودي مش حاجه كويسه لاي حد متغرب، من اخ لاخوه ومن اخوكي. الكلام ده مهم جدا تبقى عارفاه، ومش اي حد هيقوله لك. لازم تصبري على الشغلانه، لازم تصبر على الشغلانه، لازم تقعد، لازم تعرف انك عندك هدف، لازم تشتغل علشان يبقى عندك هدف معين. انا بشتغل مثلا عشان احوش، جميل قوي، طب انا هعمل ايه بالفلوس؟ عايزك تحط في مخيلتك كده ان انت مثلا جاي البلد هنا عشان تعمل فلوس. طيب انا عملت فلوس خلاص، يعني تخيل معايا كده وانت قاعد ان شاء الله وجيت انك عملت يا سيدي مثلا مش هنقول رقم كبير، بس انت لسه جاي فلقيت نفسك عملت $50,000. طيب انا عملت $50,000، هل انا هقعد في الشغلانه هي واكمل هي زي ما انا كده واعمل $50,000 تاني، ولا انت عايز تعمل ايه بالفلوس؟ هل انت عايز تدرس؟ فانا بشتغل علشان ادفع دراستي واكمل. لو انت صغير فنصيحه من اخ لاخوك، او لو انت صغيره فنصيحه من اخ لاخوكي. مش عارف اذا كنت قلت الكلمتين دول صح ولا غلط، بس انتوا فاهمين. فادرسي او ادرس، والله العظيم 3. البلد دي ما فيهاش غير حاجتين عشان تنجح بمعنى انك تبقى حاجه احسن من الكل. فانك تدرس، انك تفتح البيزنس بتاعك. البيزنس ده فيه ريسك شويه انه ينجح او لا، ولازم يكون معاك فلوس كتير. اما الدراسه ممكن تعملها وعمرها ما هتخيب املك، لانك لا قدر الله لو سبت البلد بعد كده ورحت اي دوله عربيه بالشهاده بتاعتك هتشتغل وهتقبض فلوس كويسه جدا. فنصيحه مني ليكم، لو انت لسه سنك صغير ده اللي هو ايه، خد بالك ده اللي هو مثلا لحد 40 سنه، كلام واضح يعني. ادرس عادي جدا، ادرس لك 4 ولا 3 سنين واشتغل شغلانه محترمه وخلص بدري، ومعاك انشورنس ومعاك بنفيتس بتاعتك ومعاك حاجات كتير جدا بتعود عليك. يا اما هتتعب، هما طريقين مفيش غيرهم، يا تتعب ويطلع عين اللي خلفوك 24 ساعه وهتعمل فلوس نفس الفلوس اللي بيعملها واحد دارس بس بيشتغل 6 ساعات، بيروح بيته عنده حياته وهكذا. فهو اختيارين، في اللي بيختار التعب عشان ما عندوش الاختيار التاني،
وفي ناس بتختار التعب وهو عندها الاختيار التاني وده غلط، وفي ناس بتكسل انها تدرس وبتكسل تعمل الكلام ده. ولكن لا، مفيش حد درس وقال لك لا ملهاش مش كل حاجه هتفرق معاك. دراسه هتعلمك لغه كويسه، هتحط بيز ليك، هترقيك في شغلانه نظيفه محترمه، هتعيش حياه كريمه، هتكمل في حياتك طبيعيه جدا. حاجات كتيره جدا. ما تغلطش الغلطه اولا، يعني هي مش غلطه برضه، خد بالك لما انا جيت هنا ما كانش في حد يقول لي حاجه، ولكن ما حاول تشوف الصح فين واعمله. مش لازم اقول لك تمشي ورا طريق حد. انا ما بقولش ابدا انا جيت ازاي علشان النقطه دي، عشان ما حدش يفتكر ان هو ده طريق النجاح. لا، حاجات كتيره جدا ممكن تعملها ولازم تبقى عارف ان مش ده الحاجه اللي هتخليك تنجح. كل واحد ليه طريق النجاح بتاعه. اعرف الصح فين، اسمع الفيديوهات اللي فاتت، اتعلم واعرف الكلام ماشي ازاي عشان تاخد نصيحه وما تغلطش في الغلطات اللي احنا وقعنا فيها. كل واحد عنده الاكسبيرينس بتاعته في حته معينه، حاول تاخدها منه، تتعامل بيها وتمشي عليها علشان ما تغلطش. لكن كل واحد عنده عقل بيفكر فيه وعارف طريق اللي يقدر يمشي فيه وعارف الصح من الغلط فين. بس دي كانت نصيحتي ليكم ان شاء الله النهارده، فيا رب تستوعبوها ويا رب تكون فهمت اللي انا عايز اوصله لك. وامسك في شغلانه واهدى كده وصلي على النبي، وان شاء الله ربنا يكرمك في شغلانه احسن. بس لازم يبقى عندك هدف، الهدف ده هو اللي هيوصلك للحاجه اللي انت عايزها ان شاء الله. حوش واعرف هتعمل ايه الفلوس. دايما بص للمستقبل، بص تحت رجلك. لونج تيرم احسن بكتير من الشورت تيرم. اعرف انت عايز تعمل ايه وتوكل على الله. والله العظيم ورقه وقلم واقعد صفه مع نفسك. لازم يبقى عندك يومين في الاسبوع او يوم على الاقل تقدر تقعد مع نفسك فيه تفكر انا عايز اعمل ايه وابص على ايه، عشان ما تخشش في دوامه الحياه اللي هنا دي والبالونه تقفل عليك او الحلقه تقفل عليك وتلاقي نفسك عايش في سجن كبير جدا. لا، اعمل فلوس، خد وقتك. لازم يبقى عندك يوم بتفكر فيه، تقعد قاعده صفه مع نفسك، تعرف انت عايز ايه من البلد، تعرف انت عايز ايه من نفسك في البلد هنا، وعايز تعمل ايه لمستقبلك علشان ما تمشيش في الطريق اللي كله تعب طول العمر. نصيحه مني كجاكسون ليكم كلكم ان شاء الله. اشوفكم على خير فيديو جديد. ولو عندك اي سؤال حابب انك تساله ممكن تسيبه في الكومنتس تحت. ولو عايز تشترك في الجروب بتاع الواتساب ممكن تخش تشترك عن طريق الانستجرام او اليوتيوب. و في حاجه انا عاملها كده في اليوتيوب اسمها جوين مي دي يا جماعه، هتلاقي فيها حاجات. في ناس انا بيني وبينكم يعني انا الموضوع عندي صعب جدا دلوقتي، برد على ناس كتير جدا. ففي ناس لسه برضه عندها مشاكل كبيره جدا وما عندهاش وقت خالص. فانا عامل سبسكريبشن غريبه جدا، عامل حاجه غاليه وعامل حاجه رخيصه. الرخيص دي الجروب طبعا بتاعنا عشان اي حد يقدر يخشه. الغاليه دي بصراحه بيني وبينكم بتساعدني في ان انا ادفع ايجاري، وفي غير كده بتساعدك ان انت توصل لي على طول. انا مش عايزك تعملها عشان ما تقولش جاكسون ياخد فلوس. صدقني مش هو ده اللي انا عايزه. مفيش حد بيعمل حاجه لوجه الله بيبقى محتاج منها حاجه، ولكن ده حاجه اللي هو السبيشال كيسز. يعني لو وصلت دخلت الجروب هتوصل عادي جدا وهتوصل لكل الناس والناس هتفيدك وكل حاجه. حاجه كمان، اوعى تتكسف من اي شغلانه انت اشتغلتها وبتشتغلها، واي حاجه انت اشتغلتها قبل كده في بلدك اللي انت جاي منها حاول تنساها او تحاول تخليها لنفسك. وما تبصش دايما ان انت الكبير في المكان، لا، دايما تحط نفسك انك الصغير. تعلم من غيرك وشوف الناس مهما كان. لو واحد عنده اكسبيرينس في حاجه ما تحاولش تبين ان انت اذكى منه في حاجه، لا، تعامل معاه بما ان هو اذكى منك وتحاول تفهم وتسمع اكتر ما تتكلم. وربنا يكرمكم ان شاء الله باذن الله. اشوفكم على خير ويا رب تكونوا استفدتوا النهارده. وبس يا سيدي، ده كل حاجه. لو عايز حد يستفيد زيك زي ما انت استفدت ان شاء الله ممكن تعمل شير للفيديو لو انت على اي مكان في الدنيا. ولو انت على اليوتيوب ممكن تعمل لايك وسبسكرايب لو انت مش مشترك على القناه. ولو عايز تعرف انا مين فممكن تخش على انستجرام عندي، غالبا هتشوف كل حاجه عندي. لو عايز تعرف انا مش بشتغل ايه برضو في لينك للفيديو اللي انا نزلته من 3-4 ايام للشركه بتاعتي. لو عايز تعمل معايا حاجه كويسه ممكن تعمل ريفيو كويس، دي حاجه كويسه جدا هتفيدني. ولو انت على التيك توك فتيك توك خد بالك جديد، ما تنبهرش بالارقام اللي مكتوبه دي. تيك توك جديد بس ان شاء الله ربنا يعيننا ونقدر نفيد كل الناس. اشوفكم على خير يا رب باذن الله، ويا رب تكونوا استفدتم. واشوفكم جديد في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباح الفل. السلام عليكم.